انا اسمي يوسف، البحر ده ملعبي. شغلي كان كله في الميه، كنت بغطس واطلع اي حاجه ليها قيمه. طب الحاجات دي كنت بجيبها منين؟ من اي سفينه غرقانه، البحر ياما فيه. اليوم التالت جه وعملت اغبى حاجه ممكن اعملها في حياتي. قررت انزل لاخر مره، اروح لاقدم سفينه تاني والم دهب تاني. نزلت والصوت اشتغل تاني، نفس الصوت الحزين الحلو. الصوت كان بيعلى مع كل متر بنزله. دخلت السفينه القديمه اللي لقيت فيها الكنز، الضلمه كانت زياده عن امبارح. شغلت الكشاف التاني اللي كان معايا، وهنا شفتهم. شفت الناس بتوع السفينه، ما كانوش هياكل عظميه ولا عفاريت، كانوا كاملين بجلدهم وهدومهم وشعرهم، قاعدين في اماكنهم. الراجل اللي بيسوق الدفه ماسكها، والبحاره قاعدين في الارض حوالين اكلهم. القبطان قاعد على كرسيه وبيبص على الخريطه اللي قدامه. كلهم كانوا قاعدين ساكتين خالص، عينيهم مفتوحه على اخرها، بيبصوا في الفراغ مع ان مفيش حاجه حواليهم اصلا. وجسمهم عليه طبقه طين خفيفه كده من اثر الزمن، كانهم تماثيل شمع. فهمت في اللحظه دي، فهمت كل حاجه. فهمت كلام الراجل العجوز، فهمت اخر جمله في دفتر القبطان: المقبره دي مش مكان الموت، المقبره دي مصيده. في حاجه هنا بتغني علشان تشد الناس ليها، والناس دي مش ميته، الناس دي محبوسه ومستنيين هنا على طول، وبيستنوا الضحيه الجديده. الكنوز دي كانت مجرد مصيده، وانا كنت السمكه اللي بلعت الطعم. انا اللي كنت بلف على البحور، انا اللي كنت بنزل البحر واجيب منه اللي انا عايزه، انا اللي جاب